بطولة العرب هي البطولة رقم 23. بطولة العرب بتبقى مقسومة ناشئين وكبار. الناشئين في ميزان تحت ال 75 كيلو وميزان فوق ال 75 كيلو. أنا كنت بلعب تحت ال 75 كيلو وزنت 74 كيلو في الميزان. لعبت تحت ال 75 كيلو والحمد لله كان معايا 30 لعيب أو 28 لعيب حاجة يعني في الحدود دي من ما بين 30 و 40 لعيب، ومختلف الدول العربية. كانت بطولة تضم 25 دولة عربية. الحمد لله ربنا وفقني يعني وكرمني وقدرت احقق المركز الاولاني واللقب. بدات 2018 اخر 2018 لعبت اول بطوله ليا في شهر 3 2019. لعبت بطولتين في شهر 3 2019 وبعدين بعديها بقى فضلت اتمرن شويه لحد 2020. كان عندي ثانويه عامه وقفت، وعشان برضو كانت كورونا كان الجيمات قافله وكان في حظر يعني، فما كانش في حد بيتمرن. وقفت السنه دي. كنت مركز في المذاكره، مركز في ان انا اجيب مجموع كويس عشان اقدر اخش كليه كويسه. الحمد لله برضه ربنا وفقني وقدرت اخش كليه صيدله. انا الحمد لله وربنا وفقني وقدرت ان انا اجهز لبطوله مستر اولمبيا في 2021. لعبت البطوله الحمد لله ما توفقتش، بس ما عدتش كده يعني. كانت تجربه قاسيه شويه عليا، علمتني كتير. انا اتوترت قبل المسرح وطلعت بشكل مش حلو، لان انا شفت لعيبه كبار يعني، لعيبه انا بشوفهم قبل ما اخش الجيم اصلا، قبل ما افكر ان انا العب كمال اجسام كانوا هم ابطال عالم. فان انت تدخل وانت 19 سنه تلعب معاهم فجاه تلاقيهم جنبك هيلعبوا معاك، هنطلع مع بعض على نفس المسرح، دي حاجه اصلا تسيب الاعصاب يعني. محمد من نوع في التمرين. محمد شاب مجتهد من صغره، هو كان داخل اللعبه دي لاهداف معينه. هو كان داخل عشان يظبط جسمه وكده، وفجاه لقيته قال لي انا عايز اشارك في الطول. فانا بيني وبينك يعني قلت له لسه بدري عليه. قال لي لا عايز اشارك في بطوله. فبدا ان هو ما كنتش مهتم بمحمد شويه، بدا ان هو يشتغل على نفسه حوالي شهرين او 3 شهور. لقيته مهتم جدا، بدات ان انا انجذب له من شدته والتزامه في التمرين، لان اللعبه دي بتحتاج التزام وبتحتاج جهد جامد، عشان تعتبر ان انت بتحدى في جسمك وبتتعامل مع حديد في قلب الجيم. بعد كده قلت له طب ايه رايك نشارك في بطوله محافظه؟ قال لي ماشي. فلقيت جسمه بيتطور بطريقه كويسه جدا، فبدات ان انا اخليه يشارك في بطوله كاس القاهره، واحرز مركز كويس، مركز ثاني من وسط 30 لعيب. ودي كانت نتيجه كويسه بالنسبه ان هو اول مره يقف على الستيج. بعد كده اتطور لعب كاس مصر، وضموا ميزانين، ميزان 55 وميزان 60 كيلو. وكان اياميها عدد كتير في البطوله معاه حوالي 65 لعيب، واحرز مركز سابع. ودي بالنسبه للبطوله زي دي كانت حاجه كويسه. اول بطوله شاركت فيها كانت بطوله كاس القاهره، يليها بطوله كاس مصر، وبعدين جت فتره توقف بتاعت كورونا، يليها بطوله مستر اولمبيا 2021، بعديها بطوله احمد علي 2022، بعديها بطوله العرب الحمد لله السنه دي 2023 وحققنا اللقب. كابتن معتز السرور طبعا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في ان انا اقدر اظهر بالشكل اللي انا ظهرت بيه، ان انا اقدر احقق اللقب. وهو من اول خالص هو اكتر واحد شجعني واكتر واحد خلاني مؤمن بنفسي وقادر ان انا احلم وقادر ان انا اجتهد وقادر ان انا افكر واطمح في ان انا احقق حاجات في اللعبه. وهو اللي حببني فيها، وهو اللي علمني ازاي اعمل الدايت وازاي التمرين يكون قوي، وازاي ان انا ادي كل حاجه في التمرين، ازاي الالتزام، ازاي البطل لازم يتبهدل، ازاي البطل لازم يتعب، ازاي البطل لازم يشقى، ازاي البطل لازم يتصرف، ازاي البطل لازم يواكب الدنيا ويواكب الحياه. كابتن معتز السرور مش مجرد ان انا كابتن باخد منه النظام الغذائي بتاعي والتمرينه بتاعتي وامشي، لا هو عايش معايا تفاصيل حياتي، مشاكلي اللي بحكيها له، نصايح بيديها لي. هو يعتبر هو اللي مربيني من 16 سنه لحد دلوقتي. بالنسبه للعبه دي، اي لعيب بيخش اللعبه دي ويجي يمارسها ما بيبقاش متكامل، بيبقى فيه دفوهات في الجسم. الدفوهات دي عشان تقعد تعدلها فبتاخد وقت معاك، ويبقى شيء صعب جدا، بيحتاج جهد منك في التمرين وكده. محمد كان عنده دفوهات كويسه واشتغل عليها وتعب فيها.
عبال ما عدلنا الدفعات دي عشان نحاول نحقق المركز بتاع البطوله العربيه اللي هو خدها. زائد كان في تحضيرات قبل كده، حصل له اصابه، قطع وتر منه في قبل اولمبيا بشهر، ومع ذلك ما بطلش تمرين ولا وقف، وكان بينزل يتمرن تمرين يعني اجباري، ان هو خلاص هو لازم يكمل الطريق ويتكي على نفسه. الحمد لله شارك في اولمبيا وكان طلع بشكل كويس، بس كانت البطوله طبعا قويه بالنسبه لمحمد لان كان سنه في الفتره دي صغير وبيشارك مع ناس كبار. الأسرة طبعا، والدي طبعا أنا ما أقدرش أنكر فضله عليا في إن هو دايما هو ما بي مش حابب إن أنا بتبهدل، ومش حابب إن أنا بشقى في اللعبة دي، بس هو حابب إن أنا مشغول بحاجة كويسة لنفسي، بعمل حاجة كويسة لنفسي، بعمل تاريخ لنفسي. هو بيحب الصحة، إن أنا يكون صحتي كويسة ويكون شكلي كويس. بيفتخر بيا جدا، بيضحي عشاني وعشان يوفر لي حاجات كتير. بيضحي لنفسه بحاجات عشان يوفرها لي. طبعا تعليمي عمره ما أثر فيه، طبعا أكلي شربي مصاريفي كل حاجة هو عمره ما أثر معايا فيها صراحة، وأنا ما أقدرش أنكر الفضل ده. طبعا والدتي وجدتي دول، أنا عندي أمهين، مش أم واحدة، عندي اتنين. جدتي طبعا دي أمي الأولانية، وأمي هي أمي التانية. طبعا الأكل الشرب الغسيل الاهتمام الحنية العاطفة بتاعت الأم وخوفها عليك وحنيتها عليك. أنا عندي اتنين الحمد لله مش واحدة، فالحمد لله يعني ربنا كريم. ان شاء الله بنحاول نجهز لبطوله احمد علي اللي هو لعبها السنه اللي فاتت وحقق فيها مركز كويس متقدم. ان شاء الله السنه دي نعمل فيها مركز كويس، وبعدها ان شاء الله ناخد كارت احتراف نلعب خارج مصر باذن الله. دسوق، وبالنسبه لدسوق محافظه كفر الشيخ عامه ولاده بابطال كتير، طلعت بيج رامي، الشحات مبروك، حسن مصطفى، ابطال كتير طلعت من قلب محافظه كفر الشيخ. بتمتلك جينات كويسه ان هي تقدر تأهل وتمثل مصر في اكبر بطولات. محمد طلع من دسوق في الفتره دي، وعندنا كمان محمد الستري ولعب بطولات برضو كبيره ومزامل محمد في التمرين، وفي ابطال كمان طلع من دسوق كتير. ان شاء الله في الفتره اللي جايه هتسمع سمع خير عن البلد ان شاء الله. إن شاء الله الهدف الجاي هو كارت الاحتراف، لأن أنا هدفي وطموحي الأساسي من أول ما بدأت سكة البطولات إن أنا أشارك في مستر أولمبيا محترفين في أمريكا إن شاء الله في يوم من الأيام في فئة الكلاسيك في إن شاء الله. السنة الجاية بنستعد من دلوقتي السنة الجاية للموسم الجاي. إحنا الحمد لله الموسم ده خلصناه والحمد لله خلص بفرحة وبنجاح وبإنجاز. إن شاء الله الموسم الجاي يبقى جبران خاطر من ربنا تاني وتعويض للتعب تاني ان شاء الله، ونجيب الكارت لدسوق ونجيب الكارت لكفر الشيخ ونفرح اهالينا تاني ونفرح اصحابنا واهلنا وكل الناس باذن الله. اهل دسوق اخواتي وحبايبي واهلي، انا واحد منكم محمد ابو حليمه وسطيكم. ان شاء الله نقدر بدعمكم وبتشجيعكم ليا ان انا اقدر ان انا ابقى في العالميه ان شاء الله بيكم ومعاكم وفي وسطيكم باذن الله. مشاهدينا الكرام ومشاهدي موقع بوابه كفر الشيخ الإخبارية، سعادة حضراتكم زي ما قدمنا لكم دلوقتي تقرير مهم جدا بحصول احد ابناء مدينه دسوق محمد عبود ابو حليمه على بطوله العرب في بطوله كمال الاجسام الناشئين 21 سنه. محمد طبعا نافس في هذه البطوله مع 40 لاعبا، منافسه قويه ومنافسه شرسه مع 40 لاعبا زي ما قلنا لحضراتكم يمثلون 25 دوله، بينهم المغرب والعراق وتونس وغيرها من دول مشهوره في لعبه كمال الاجسام. مبروك لكل ابناء مدينه دسوق، مبروك محمد ابو حليمه، شكرا كابتن معتز السرور، فعلا انت قدمت لنا ابطال زي البطل محمد عبود ابو حليمه.
بشكركم شكرا جزيلا. كان معكم اسلام عمار، بوابه كفر الشيخ الاخباريه.